حبيبي وبنتي الغالية ومعاكم نفس الضعيفة، أنا عايز أوصل برسالة سريعة عاجلة ناجزة. تعالي كلنا كده بضعفنا بإثمنا بكل ما فينا من عيوب نروح عنده هو نصلح عيوبي. عيد الصورة بتاعتك تاني فيا، أعد تجديد صورة ملامحك فيا. أعد تجديد صورة ملامحك فيا، أعد تجديد ملامحك فيا. أنا صورتي على صورتك. لو الواحد فينا خد التدريب كل يوم وافتكر هو مين وأبوه مين، عمره ما يدخل لقلبه اليأس والحزن. عجبني تعبير أحد الشباب لما قال إيه أنا فقدت الشغف للخطية. قلت له ليه؟ أقول لك ليه؟ قال سببين: من حلاوة ربنا ومن حلاوة العبادة لربنا. الله. قال لي عارف يا أبونا، أنا زمان كنت بقع في الخطية بمزاج بتلذذ. عارف يا أبونا، أنا النهاردة إن وجحت مثلا بقع عشان إبليس غفلني وضحك عليا وأنا ما خدتش بالي، ما اتحذرتش. ولما أكون في الخطية ملهاش شغف، ملهاش بريق، ملهاش سهو كده، مش مبسوط بيها. وحتى زمايلي اللي بيشوفوني كده يقولوا ايه ده هو ده فلان اللي كان مالك يا ابني نفسك مسدودة؟ فعلا يا ابونا، نفسي مسدودة ومصدودة عن الخطية، لاني دقت حلاوة ربنا يسوع المسيح، ودقت حلاوة الصلاة وحلاوة القداسات وحلاوة الاجتماعات وحلاوة الإنجيل وحلاوة الاعتراف وحلاوة العبادة وحلاوة الصلاة. امتى أنا وإنتوا نحط الثلاث أحاد دول قدام عينينا؟ أنت غني، ابن غني، أنت ملك، ابن ملك، أنت حلو، ابن حلو، أنت قديس، ابن القدوس. 2، ان دخلت في تجربة اجري بسرعة على ابوك، لان ابوك هو اللي يغلب لك. اوعى تقعد تعافر. خدت قلم بسرعة قول له بابا خدت قلم، يروح مسح لك القلم ويطلع ردك القلم 10 اقلام. وروح بقى اتمتع وخد لياقة بدنية في حضن ابوك وبيت ابوك، وارجع حارب تاني وتنتصر تاني. ما اجمل الكنيسة وما اجمل اناجيلها وما أجمل صمها. لإلهنا المجد الدائم أبديا. آمين.